جريمة في الاكسبريس. جريمة في الإكسبريس، تأليف محمود الهجرسي، إخراج حسين الصعيدي. السرير فوقاني منكوش. ايوه، دليل على ان الديوان كان محجوز الاثنين، القتيلة واحدة منهم والراكب التاني. هو ده اللي محيرني. خش يا عسكري، ايه اللي بالديوان وبص تحت السراير، يمكن نلاقي حاجة تكشف لنا الطريقة او نلاقي المسدس. ده حتى شنطة اليد بتاعت الست غير موجودة. لا شنطة اليد ولا شنطة هدوم ولا حتى حاجة في صوابعها تدل عليها. يظهر ان الجان استعمل العنف في اخراج كل اللي في صوابعها، وباين على الصوابع اثر استخدام العنف. طب وايه العمل دلوقتي؟ هنبلغ النيابة ونتحفظ على العربية ونقفل باب الديوان وشباكه بالشمع الاحمر لحد النيابة ما تعاين. اتحفظتم على العربية يا حضرة الضابط؟ ايوه يا فندم، العربية زي ما هي على الرصيف، والقطر خزن من غيرها، ومستنين سيادتك للمعاينة والتحقيق. عملت المعاينة المبدئية؟ ايوه يا فندم. اثبتت كل حاجة؟ طبعا. اقوال فراش العربية؟ كلها. هي دي العربية؟ ايوه يا فندم، وحواليها الحرس. فتحتم الديوان بمحضر؟ طبعا، وبحضور السيد ناظر المحطة وعامل الورشة اللي فتح الباب. اتفضل. هو ده الديوان؟ ايوه يا فندم. افتح محضر المعاينة يا حضرة الكاتب. اثبت عندك ساعة المعاينة 7:05 مساء. القتيل سيدة في نحو 30 من عمرها، بيضاء اللون، ذات شعر كستنائي، ترتدي قميص نوم من الحرير المسلين السماوي مشغول بالدانتيلا. قتلت بمقذوفين ناريين في اسفل الجمجمة من الخلف. لا يبدو على الجثة اثار مقاومة، مما يدل على ان القتيلة قد فوجئت بالقتل وهي نائمة. ثبت من المعاينة ان الديوان كان مشغولا باثنين بدليل اثار النوم على السرير العلوي. القاتل لابد ان يكون على صلة بالقتيل كزوج او قريب. ارجو ان نعيد تفتيش الديوان بكل دقة يا حضرة الضابط. قلبناه رأسا على عقب، ولا بأس من إعادة التفتيش. ألم تجدوا في الديوان حتى حذاء القتيل؟ ولا شيء مطلقا، وهي كل حاجة قدام سيادتك مقلوبة. اكتب. وبإعادة المعاينة لم يوجد بالديوان أي أثر يتعرف منه على القتيل أو القاتل، فقد انتزع القاتل من يد القتيل كل ما يدل على هويتها، وخرج بكل الشنط حتى شنطة يدها وملابسها الخارجية ولم يعثر على المسدس الذي استخدم في الجريمة. وثبت ثبوتا قاطعا أن القاتل لم يستخدم الباب في خروجه بعد ارتكاب جريمته، لأن الباب كان مغلقا من الداخل بالترباس. مش كده برضو حضرة الضابط؟ كان مغلقا بالترباس، وقد اضطر الأسطى الذي فتح الباب لخلع العرض. بداهة قد استخدم القاتل النافذة أثناء وقوف الإكسبريس في إحدى المحطات، ماشي معايا؟ وأعاد غلقها من الخارج برفع الزجاج وجذبه من الخارج أيضا، كما يفعل لصوص القطارات. وأمرنا بالتحفظ على الجثة لحين معاينة الطبيب الشرعي ونقلها بمعرفته للتعرف على أسباب الوفاة، وندب خبير البصمات لرفع كل البصمات على نافذة الديوان وبابه. وأصدرنا أمرنا للسيد ناظر المحطة بإبقاء العربة كما هي على الرصيف الاحتياطي الذي نقلت إليه لإعادة المعاينة إذا لزم الأمر. ايوه يا فندم،
خبير البصمات قدم تقرير. فين هو التقرير؟ اهو يا فندم. هات. حاجة غريبة، سيادة وكيل النيابة شاف حاجة جديدة في تقرير خبير البصمات. حاجة عجيبة قوي يا حضرة الضابط. التقرير بيثبت ان البصمات الموجودة على شباك الديوان من جوه هي نفس البصمات اللي من بره. يبقى الجاني استخدم الشباك في الخروج زي ما استنتجت سيادتك. المسألة دي كان مقطوع منها من ساعة ما ثبت ان الباب كان مقفول بالكرباس من الداخل، وجه تقرير الخبير اثبت ذلك. لكن في حاجة. ايه هي يا فندم؟ امتى استخدم الجاني الشباك وفي اي محطة؟ تظن سيادتك انه نزل في محطة القاهرة؟ لا، ما اظنش. نزول راكب من نفيذ الديوان عربية النوم على رصيف القاهرة وهو مليان بالناس، لا تبقى حاجة ملفتة للنظر ومش ممكن تحصل. نزل والقطر ماشي مثلا؟ ده كمان فرض يجب استبعاده يا حضرة الضابط. نزل والقطر مهدي قبل المحطة مثلا؟ ازاي؟ ينزل ازاي من الشباك ومعاه الشنط والقطر ماشي وبين الشباك والارض اكتر من مترين؟ الا اذا كان بقى من ابطال القفز. طب وليه ما يكونش من ابطال القفز؟ لا، ما افتكرش. هو نزل في محطة من المحطات اللي بيقف عليها القطر بعد ما قام من اسيوط، لان فراش القطر لما استلم العربية في اسيوط ما لاحظش حاجة واعترف بانه مر في المشاية بتاعت العربية ساعتها. على كل حال نعيد سؤال الفراش. ممكن يا عم حسن. افندم يا سعادة البيه. كلم سيادة وكيل النيابة. انا تحت امره يا فندم. قول لي يا عم حسن. افندم، انت لما استلمت العربية في اسيوط ما لاحظتش حاجة على ركاب الديوان نمرة 6؟ ابدا يا فندم. انا حتى لما قام القطر من اسيوط مريت قدام الدواوين كلها مرتين 3، ومن ضمنها الديوان نمرة 6. ما كانش فيه دم في الطرقة سايل من تحت عاب الباب يا عم حسن؟ ابدا يا فندم. النور في طرقة العربية كان كفاية؟ كان كفاية خالص، يعني لو كان فيه دم كنت لاحظته. طب ايه المحطات اللي وقف فيها الاكسبريس بعد اسيوط؟ ملاوي والمنيا وبني مزار ومغاغة وبني سويف والوسطى والجيزة. بيقف في المحطة قد ايه يا عم حسن؟ بيقف ما بين 3 دقايق و5، بس في المنيا بيقف اكتر شوية. مين الفراش اللي استلمت العربية منه في اسيوط يا عم حسن؟ عثمان عبد الدايم. وده بيستلم العربية منين؟ من اسوان لاسيوط يا فندم. انتوا بعتوا في استدعاء الفراش عثمان يا حضرة الضابط؟ بعتنا الاشارة من الصبح بطلبه، وافادونا بانهم ارسلوه في القطار التالي. ده يبقى معناه انه هيكون هنا بعد شوية. بعد نص ساعة يا فندم بالظبط. تعالى يا عم عثمان. افندم سعادة البيه. تعالى هنا. افندم. انت طبعا كنت في عربية النوم من اسوان لحد اسيوط، ها؟ ايوه. هل كل الدواوين كانت محجوزة من اسوان؟ كله يا فندم كان محجوز. مفيش غير الديوان نمرة 6 كان محجوز من اسوان لحساب محطة الاقصر. يعني ركابه كلهم طلعوا من محطة الاقصر؟ ايوه يا فندم. تقدر توصفهم لنا يا عم عثمان؟ هم كانوا واحد يا فندم طويل لابس بدلة رمادي، وحواجبه تقيلة وشابكين في بعض، والشعر في جنب راسه من هنا ومن هنا كمان ابيض شوية، وحالق شنبه، وعمره يجي كده 45 سنة. كان لوحده؟ لا يا فندم، ما هو انا جاي لسيادتك في الكلام. كان معاه واحدة ست بيضة شعرها احمر شوية ومش طويل، ولابسة تايير بني، وسنها كده يجي 30 سنة تقريبا، ويظهر عليها انها زوجة لفندي. طب اوصف لنا كل حاجة من ساعة ما طلعوا العربية ودخلوا الديوان. ايوه يا فندم. اللفندي طلب مني اخد الشنطة من الشيال ووصلهم لحد الديوان. على مهلك يا عم عثمان عشان يلحق يكتب وراك. اتفضل. حاضر يا فندم. وفتحت لهم الديوان ودخلوا، ودخلت الشنط وراهم، وبعدين لفندي قال لي اطلب لنا عشاء من عربية الاكل. كويس. رحت وجبت لهم العشاء، وبعدين رحت شلت العشاء، وكان باين عليهم الانبساط شوية، ولا مؤاخذة يعني قعدوا يهزروا مع بعض. ولفندي طلب مني ان محدش يصحيهم ولا يزعجهم قبل محطة الجيزة. يعني ما كانش باين عليهم سوء تفاهم ولا حاجة ساعة ما ركبوا؟ ابدا ابدا يا فندم، بالعكس دول كانوا مبسوطين خالص. طب قول لي يا عم عثمان. نعم. الراجل ما خرجش من الديوان ابدا بعد ما ركب من الاقصر؟ لحد ما وصلنا اسيوط ما شفتوش خرج من الديوان. طب كان معاهم كام شنطة يا عم عثمان؟ كان معاهم شنطتين، واحدة زرقاء كبيرة والتانية بني واصغر منها شوية. الست كان معاها شنطة يد؟ ايوه كان معاها يا فندم، كان معاها شنطة يد سودة. كويس. طب متشكرين يا عم عثمان، اتفضل انت. الشكر لله يا فندم. دي
في إشارة يا فندم من نيابة شمال القاهرة إلى مباحث الأقصر. فيها ايه الاشاره؟ الإشارة يا فندم بخصوص جريمة إكسبريس الصعيد. عشان نسأل محطة الأقصر عن الشخص اللي حجز الديوان نمرة 6 في عربية النوم امبارح، ونسأل في اللوكندات عن رجل وسيدة تنطبق عليهم الأوصاف اللي جت في الإشارة يا فندم. امتى نزلوا في اللوكندا واسم اللوكندا اللي نزلوا فيها. طيب محطة الأقصر نقدر نسألها بالتليفون دلوقتي، ومسألة اللوكندات دي تبقى عليك انت يا سيادة النقيب، لاني ملخوم مع نيابة الأقصر في تحقيق قضية تانية. تحت أمرك يا فندم، بس لو سمحت يا فندم اطلب لنا المحطة نسألها بالمرة يا فندم. طيب حاضر. اديني محطة الأقصر. الو مين؟ محطة الأقصر؟ انا الرائد علام رئيس المباحث. ايوه، نقدر نسألكم عن حاجة مهمة طلبها نيابة القاهرة؟ ايوه، نيابة القاهرة، نيابة شمال القاهرة. طيب يا فندم، متشكر قوي يا حضرة الناظر. النيابة طالبة تعرف مين اللي حجز ديوان النوم نمرة 6 ليلة امبارح في الاكسبريس القايم على مصر. نعم؟ ايوه بالظبط. كان محجوز لمين؟ للتذكرتين كام؟ 36,549 و 36,550 درجة أولى. أيوة، من الأقصر للقاهرة طبعا. ما تعرفوش حاجة غير أرقام التذاكر بس؟ ما تعرفوش باسم مين؟ مفهوم. الحجز بالتذاكر طبعا. متشكر يا حضرة الناظر. يظهر من المكالمة انهم ما يعرفوش حاجة عن شخصية المسافرين. الناظر بيقول ان كل واحد معاه تذكرة درجة اولى يقدر يحجز نوم ومحدش يسأله اسمك ايه مادام دافع حق التذكرة. طب استأذن انا يا فندم عشان اعمل تحرياتي في اللوكندات بتاعت الأقصر. طيب قوم انت، ربنا يوفقك. ايوه، راجل طويل لابس بدلة رمادي وحواجبه مقفولة وتقيلة وحالق شنبه وشعره شايب من الجنبين، ومعاه ست شعر شوية وشعرها كستنائي. لا والله يا حضرة الضابط. عجيبة، ما بقاش غير اوتيل واحد اسأل فيه. ايوه، دي اوصاف الراجل والست اللي كانت معاه بالظبط. هما كانوا عندكم هنا في الاوتيل؟ ايوه يا حضرة الضابط، كانوا نازلين عندنا. وقعدوا كم يوم عندكم؟ 4 ايام في الحجرة رقم ايوه ايوه يا سيدي، الحجرة رقم 265. وكانوا جايين من اسوان. وايه الاسم فضلك؟ اسماعيل غالب المحامي وحرمه، المقيمان بشارع شجرة الدر في الزمالك نمرة 17. شكر. لقيتوهم في العنوان اللي جالنا من الأقصر يا حضرة الضابط؟ ابدا يا فندم. ما هماش في الزمالك ولا في شجرة الدر ولا في الشارع كله. ما خليناش لا شقة ولا فيلا الا وسألنا عن اسماعيل غالب المحامي، ولا حد سمع عليه. حاجة ظريفة قوي، يعني الاسم منتهى القطع. ودي عايزة كلام يا فندم. يبقى لازم نرجع خطوة لورا ونمسك بالخيط من أوله. تقصد سعادتك نتصل بمباحث أسوان؟ ضروري يعملوا لنا تحريات عمن تنطبق عليه أوصاف الجاني والمجني عليها، وعن الفنادق اللي نزلوا فيها في أسوان. يمكن يكون سجل اسمه الحقيقي فيها. أمرك يا فندم. الله، ده كل مدى المسألة بتتعقد. يا فندم المجرم ده حريص جدا. نزل في الأقصر باسم اسماعيل غالب المحامي، وظهر ان الاسم منتحل، ونزل في افخم اوتيل في اسوان باسم انور مكرم المحاسب بشارع الجمهورية نمرة 65. وادي تحريات مباحث القاهرة تنكر وجود هذا الاسم في شارع الجمهورية. يعني منتحل بالطبع يا فندم. الجريمة دي محيراني، بحط قدامي اسئلة كتير. اولا، ليه الجاني ارتكب جريمته في القطر؟ ثانيا، هل هو سفاح بيبحث عن الشهرة أم هو لم يتمكن من الانفراد بفريسته ولا في القطر؟ ما هو كان منفرد بيها من الأقصر لأسوان. لا النزلاء كانوا سمعوا صوت الطلق الناري وكان أمكن التعرف عليه، لكن دوشة القطر وهو ماشي بأقصى سرعته
ادته فرص كتيرة احسن من قتل المجني عليها في الفندق. لكن برضه يا فندم القتل في الاكسبريس وهو ماشي مجازفة، يمكن لأي سبب تنكشف الجريمة، فيهرب ازاي من القطر وهو ماشي؟ ومع ذلك برضه في احتمال. ليه هو؟ مش يمكن يكون الجاني مصاب بخلل في قواه العقلية؟ بقى له محيرنا ده يبقى من راجل مجنون. لا مستحيل طبعا. يا سعادة البيت. ايه يا شويش في ايه؟ تقرير الطبيب الشرعي يا فندم. تقرير بيقول ان الوفاة حدثت نتيجة تهتك خلفي بالمخ من جراء مقذوف ناري اطلق على رأس المجني عليها من مسافة قريبة جدا، وان الوفاة حدثت مباشرة وذلك قبل وصول القطار الى القاهرة بحوالي 4 ساعات تقريبا. على كده نقدر نحدد الوقت اللي حدثت فيه الجريمة. هو ده اللي انا عايز اقوله حضرة الضابط، وعلى ضوء الحتة دي نقدر نعرف مكان ارتكاب الجريمة والمحطة اللي قفز فيها الجاني من شباك العربية. إذا كان التقرير بيحدد ساعة الوفاة قبل وصول القطر لمحطة القاهرة ب4 ساعات تقريبا، تبقى الجريمة حصلت في محطة المنيا. لا الجريمة لم ترتكب في محطة المنيا نفسها، ولكن حدثت قبل وصول القطر لمحطة المنيا. وفي محطة المنيا قفز الجاني من شباك الديوان وجمع كل الحاجات اللي في الديوان ونط بيها. لكن يا فندم مفيش حد على الرصيف شافه مثلا؟ الاكسبريس ده بيخش المنيا الساعة كام؟ حوالي 2:30 بعد نص الليل. كويس قوي، 2:30 بعد منتصف الليل، وعربة النوم تملي في اول القطر. مش كده حضرة الضابط؟ يعني بعيد شوية عن الركاب اللي ممكن يركبوا قطر بيقوم 2:30 صباحا، واغلبهم الركاب الدرجة الثانية او الثالثة. ثم ما تنساش البرد ده قبل الفجر. ده صحيح يا فندم، وفي حاجة كمان ترجح الاحتمال ده. ايه هي؟ الإضاءة يمكن في المقدمة ما تكونش واضحة. يبقى اتفقنا على الخطوة الأولى، فاضل الخطوة الثانية. في خطوة تانية كمان؟ استنتاج ماشي خطوة ورا خطوة. تفتكر ان الجاني ما دام نزل في المنيا يكون من اهالي المنيا؟ ما افتكرش يا فندم، لان تذاكر الاثنين الجاني والمجني عليها مقطوعة لمحطة مصر. يبقى المجرم ما هواش من المنيا، وطبعا هيلجأ للمنيا لحد ما تهدأ الحال، لان جريمته هتكتشف بعد 4 ساعات. وما دام غريب عن المنيا يبقى نزل في لوكاندا من لوكانداتها لحد ما يلاقي الفرصة ويغادر المنيا. إذا نتصل فورا بمباحث المنيا. إشارة فورا لمباحث المنيا بأوصاف الجاني وأوصاف الشنط للبحث عنه في جميع اللوكاندات، وعمل كاردون من المخبرين على محطة المنيا لمراقبة المسافرين اللي تنطبق عليهم أوصاف الجاني وأوصاف شنطه. حاضر يا فندم. ما لقيتش حد تنطبق عليه الاوصاف دي نزل في اي لوكاندا؟ ابدا يا فندم، سألنا كل اللوكاندات ورجعنا دفاتر قيد النزلاء، فلما لقيناش حد نزل ليله امبارح ابدا في اي لوكاندا. والمحطه عملتوا فيها ايه؟ عيننا 9 مخبرين واديناهم اوصاف القاتل وحددنا لهم نقطه مراقبه خاصه يتصلوا منها بينا في اسرع وقت اذا لزم الامر. ولحد دلوقتي ما فيش اخبار؟ لسه يا فندم. النيابه في مصر مهتمه قوي بجريمه الاكسبريس، وبتاكد ان الجاني نزل في محطه المنيا، فمش عاوزين ننام اعمل معروف. اطمن يا فندم، انا همر على المخبرين بنفسي وانبه عليهم بمنتهى اليقظه، وارجو ان شاء الله اننا نقبض على المجرم. المتهم يظهر انه مستني شويه لما تهدى الضجه اللي اثرتها الجريمه، ولابد انه هيسافر لمصر وهيبان عليه الارتباك، والشنط معروفه ليكوا كلكم. على كل حال مش هنام يا فندم الا لما نبيض وشنا قدام نيابه القاهره علشان يعرفوا ان في المنيا مباحث. هي دي العربية اللي حصلت فيها الجريمة؟ هي يا سيدي. طب ده كويس اللي افرجوا عنها ودخلوها العنبر النهارده عشان تتنضف من الدم اللي مال الديوان والطرقة. ايه ناوي تنضفها انت؟ انضفها يا سيدي. اوعى بقى شوية احسن حصلت عليها الخرطوم من بره، وبعدين هغسل الديوان. ماشي. ايه ده؟ بص ايه؟ ورقة محكوكة دم بندورة في الشباك. الله، ايه اللي جرى؟ مالك بتزعق كده ليه؟ ورقة لقيتها وانا بنضف في ديوان عربية النوم ساقطة بندورة في الشباك. الله، وهي يعني هتكون ورقة بنكنوت يا خاي؟ لا، ورقة عليها نقطة دم وفيها ارقام. وريني كده. وايه حتة ورقة واقعة بندورة في الشباك، ايه اهميتها؟ يا اخي يمكن تنفع في التحقيق. الله،
هي فيها حاجة ولا مكتوب فيها حاجة غير شوية ارقام مشلفطة؟ على كل حال ضميري بيقول لي قدمها للافندي الضابط الجنائي. هيضحك عليك ويقول راجل اهبل. ليه بقى يا سيدي؟ ما يمكن حاجة صغيرة زي دي تبان الحقيقة. بس لما تكون حاجة ليها معنى، لو كان فيها اسم واحد او اسم واحدة او عنوان سكن او شارع كنت اقول يعني يبقى لك حق تدهان. على كل حال انا هخلص ذمتي من ربنا بقى واروح اوديها للظابط. على كيفك، ما انت غاوي تهزيم. ايوه يا فندم، جابها لي عامل النظافه في العنبر النهارده الصبح، وبيقول انه لقاها بين ظرف شباك الديوان نمره 6. عجيبة، فيها ارقام بعضها واضح وبعضها مطموس. استنى استنى، دي فيها حاجة هنا تستلفت النظر في الورقة دي. ايه هي؟ بص في هنا نمرتين مكونين من 5 ارقام. الرقم الاول على الشمال 4 اهي، 4 دي مش كده؟ بالظبط. دي لازم نمر تليفونين في وسط البلد. عندك كمان هنا 3 نمر، كل نمرة مكونة من 6 ارقام مبدوءة برقم 8. 8 تبقى دي نمر تليفونات قطعا، ولو انها مش باينة كلها. يحتمل؟ لا مش يحتمل، انا رأيي ان دي بالتأكيد نمر تليفونات يا حضرة الضابط. بس في سؤال عايزين نجاوب عليه قبل ما نستأنف التحقيق. ايه هو؟ الورقة دي وقعت بين الظرف ازاي؟ هل وقعت فعلا من الجاني وهو بينط؟ لازم كانت في جيب جاكيته ولا بلطو وهو بينط وقعت منه، لان كان مشغول طبعا بالبعد عن مسرح الجريمه. على كل حال عندك دلوقتي مهمة جديدة لازم تنجزها فورا. أمر يا فندم. عايز حالا اعرف اصحاب هذه الارقام من مصلحة التليفونات وعناوينهم. هجهز لك خطاب للمصلحة من النيابة العامة حالا عشان يكتبوا لنا بصفة سرية عن البيانات اللي احنا عايزينها. بالظبط زي ما قلت سيادتك. لقيت حاجة؟ النمر ال4 الواضحة لقيناها نمر أطباء أمراض نساء، بعضهم في ميدان الفلكي وبعضهم في شارع 26 يوليو. جبت أساميهم وعناوينهم؟ طبعا يا فندم. وريني كده الأسماء والعناوين. عجيبة، اشمعنى يعني دكاترة أمراض نساء؟ المسألة يمكن بقت واضحة شوية. ازاي؟ يظهر ان القتيلة كانت بتشكو من مرض نسائي او كانت بتعالج نفسها من العقم، عشان كده كل النمر لأطباء أمراض نساء. على كل حال يتضح الموقف بعد سؤال الأطباء دول وبعد عرض صورة القتيل عليهم ووصف الجاني ليهم، لأن أنا أعتقد أنك بتتردد على الأطباء دول بمصاحبتهم. يظهر يا فندم أننا زودنا في التفاؤل حبتين. عشان إيه؟ لأننا افترضنا أن الورقة تخص الجاني أو القتيل. أنا إحساسي بيقول أن الورقة دي مفتاح حل الجريمة، وأنت نفسك من شوية رجحت أنها وقعت من الجاني وهو مشغول بالنط من الشباك. يا فندم أنا بحتاط، عشان لو فتحنا التحقيق لازم نمشي فيه للآخر. أنا كل اللي يهمني الوصول للحقيقة. على كل حال أنا تحت أمرك. شوف يا سيدي، مر بنفسك على الدكاترة دول واطلعهم على صورة المجني عليها. إذا تعرفوا عليها اوصف لهم الجاني. كويس. هل كان بمصاحبتها أم لا؟ واسأل كل منهم من واقع أجندته عن اسم القتيلة وعنوانها. جريمة في الاكسبريس. جريمة في الإكسبريس، تأليف محمود الهجرسي، إخراج حسين الصعيدي. أنا إحساسي بيقول إن الورقة دي مفتاح حل الجريمة، وأنت نفسك من شوية رجحت إنها وقعت من الجاني وهو مشغول بالنط من الشباك. يا فندم أنا بحتاط، عشان لو فتحنا التحقيق لازم نمشي فيه للآخر. أنا كل اللي يهمني الوصول للحقيقة. على كل حال أنا تحت أمرك. شوف يا سيدي، مر بنفسك على الدكاترة دول واطلعهم على صورة المجني عليها. إذا تعرفوا عليها اوصف لهم الجاني. كويس. هل كان بمصاحبتها أم لا؟ واسأل كل منهم من واقع أجندته عن اسم القتيلة وعنوانها. أمرك.
اتفضل. مساء الخير يا دكتور بهجت. اهلا وسهلا. انا امين لمعي، رئيس مباحث السكه الحديد. اهلا وسهلا. اتفضل استريح. عايز استشاره طبيه؟ عايز استشاره بس مش طبيه. مش فاهم. سيادتك تفتكر الصوره دي يا دكتور بهجت؟ دي صوره ست؟ ايوه. مش كانت بتتعالج عند سيادتك؟ اظن كده. الشكل ده برضو مش غريب عليا. ايوه افتكرت. الست دي كانت بتتعالج عندي فعلا، كانت بتتعالج من العقم. ايوه افتكرت. وكانت بتيجي لوحدها؟ لا، كان دايما زوجها معاها. ممكن سيادتك توصفه لنا؟ هو كان طويل شويه، مش مودرن قوي، حواجبه تقيله ومقرونه، وشعره شايب من الجنب، وعلى ما اظن كان حالق شنبه. ممكن نعرف اسمها من الاجنده لو تكرمت؟ بس دي اسرار مش ممكن الكلام فيها. ما فيش اسرار عن النيابه. انا معايا امر من وكيل النائب العام بسؤال سيادتك رسمي في الموضوع، والامر هو دكتور. طب يا سيدي خلاص، ما دام النيابه هي اللي عايزه يبقى خلاص. الثانيه واحده من فضلك. اتفضل. ايوه يا بهجت، ايوه. كان امتى؟ من شهر. من شهرين. لا 3 شهور. من 3 شهور يا حضرة الضابط. ايوه، لقيت اسم الست كمان اهو. اسمها ايه من فضلك؟ ثانية حازم. وعنوانها؟ ما بكتبش العناوين. طيب يا فندم، انا متشكر يا دكتور. العفو. النيابة؟ ليه؟ في حاجة؟ لا يا دكتور سامي، ده مجرد سؤال عن مريضة كانت بتتردد على سيادتك. اسمها ايه؟ صورتها ايه؟ يمكن تتعرف عليها؟ وريني حضرة الضابط. ولو ان الواحد بقت ذاكرته مش ولا بد. من كتر الزباين يا فندم. لا والله من كتر الشغل. الله، الصورة دي متاخدة وهي ميتة مش كده؟ ايوه يا فندم. الشكل ده انا فاكره. الست دي كانت بتجيلي مع راجل طويل حواجبه تقيلة وفي راسه شوية شعر ابيض. وكانت بتتعالج من ايه يا دكتور؟ استنى شوية لما اشوف الاجندة. انا فاكرها. مرت عليها الشهر اللي فات. ايوه بالظبط افتكرت. الست دي اسمها وداد لمعي. وداد لمعي؟ ساكنة فين يا دكتور؟ دي اللي معرفهاش. لكن دي كانت بتتعالج عند الدكتور بهجت باسم تاني من 3 شهور، باسم ثانية حازم، واوصاف زوجها مظبوط زي ما سيادتك قلت. انا طبعا بكتب اسم المريض من واقع املاء المريض نفسه، ما بطلبش منه شهادة الميلاد. انا متاسف يا دكتور، مع خالص الشكر. حاجة عجيبة خالص يا دكتور زكي. كل الدكاترة اللي مريت عليهم اتعرفوا على ست زيك بسهولة، وكانت بتتعالج عندهم من العقم، ومعاها نفس الزوج اللي اتفقوا على وصفه. لكن ايه؟ مقيدة اسمها عند كل دكتور باسم يختلف عن باقي الاسماء. هي عندي مقيدة باسم هدى رأفت، وهي بالتأكيد صاحبة الصورة، واوصاف الراجل المصاحب لها هي نفس الاوصاف. الحقيقة انا احترت، مش عارف ان كانت ثانية حازم ولا وداد لمعي ولا هدى رأفت. مش مهم اختلاف الاسماء، يمكن ده علشان التضليل. المهم ان كل زملائي كلهم عرفوها، وانا فاكر تمام انها قدمت لي روشتات للدكتور بهجت والدكتور سامي لما كشفت عليها، وده يؤيد كلامهم، وانها اتعالجت عندهم. بس انا عايز اعرف ساكنة فين. اهي دي اللي معرفهاش ولا سألتهاش عنها. على كل حال متشكر يا دكتور. العفو. يا حضرة الضابط ايه، في حاجة؟ انا فهمت من كلامك مع الدكتور زكي انكم مهتمين بانكم تعرفوا حاجة عن الست هدى رأفت. ايوه. تعرف ايه عن موضوع الست دي؟ الست دي كانت بتيجي عند الدكتور زكي علشان يعالجها من العقم. كل ده عارفينه، ايه الجديد اللي انت عاوز تقوله؟ انا شايف انكم عايزين تعرفوا عنوان الست دي. انت تعرفه؟ الافندي بتاع الست طلب مني في اخر مرة اجيب لهم تاكسي من قدام العيادة. رحت جبت التاكسي، تاكسي صغير 3 انفار فيت 1100.
فاكر نمرة التاكسي؟ انا فاكر نمرتين من الشمال 5 و7، بس الحقيقة مش عارف انهي الاول. وكان التاكسي اجرة جيزة والسواق يظهر انه جدع نوبي. يعني لو عرض عليك السواق ممكن تتعرف عليه؟ يا سلام اتعرف عليه قوي من وسط 50 كده. طيب ما سمعتش الراجل اللي كان مع الست قال لي السواق يوديهم فين؟ الافندي طلع من جيبه نص ريال واداهولي. خدته ومشيت قبل ما اسمع هو هيقول لي السواق ايه. طيب تتذكر شكل الراجل اللي كان مع الست؟ شكله ما يتوهش ابدا، خصوصا حواجبه وشعر راسه. هو تردد على العياده بتاعتكم كم مره؟ مرتين، وفي المره الاخيره طلب مني اجيب له تاكسي زي ما قلت لحضرتك. باين عليك يا حضرة الضابط انك عثرت على اخبار كويسة عند الدكاترة. والله الجاني ده لسه الواحد ما شافش زيه في الاحتياط والمكر. ليه؟ تصور سيادتك انه كان بيقدم المجني عليها عند كل طبيب باسمه مختلف، لكن كلهم متأكدين انها صاحبة الصورة. متأكدين 100%. ومتفقين كمان على نوع المرض اللي كانت بتتعالج منه، ومتفقين على اوصاف الراجل زي ما قالها عثمان عبد الدايم. مفيش حد منهم كاتب عنوانها ابدا. ما عرفتش تلاقي في كلامهم اي منفذ يوصلنا للحقيقة؟ في ثغرة رفيعة. قول يا سيدي، يمكن بقدرة قادر الثغرة دي تنفذ الجمل. التمرجي بتاع الدكتور زكي اخر واحد اتعالجت عنده اداني بيانات بس ما هياش كاملة. قال لك ايه؟ قال انه جاب لهم في اخر مرة تاكسي بناء على طلب الراجل. كويس. وان التاكسي فيت 1100 اجرة جيزة والسواق جدع نوبي. ما عرفش نمرة التاكسي؟ لقط النمرتين اللي على الشمال بس مش عارف النمرة انهي اللي قبل التانية، والنمرتين 5 و7 او 7 و5. عال جدا. الحلقة بدأت تضيق شوية شوية حوالين الجانب. سيادتك شايف كده؟ انا هبعت امر دلوقتي لمباحث ومرور الجيزة بحصر كل السيارات الاجرة فيت 1100 المبدوءة برقم 5 او رقم 7، وبعد ما نحصرها هنعرض السواقين على التمرجي للتعرف على السائق. الحلقة هتضيق صحيح لو كان السواق عارف البيت اللي راحه. ربنا هيسهل ان شاء الله. لا يا فندم مش هو ده. انت فاكر شكله كويس؟ فاكره يا فندم. هو ده؟ ها؟ هو ده؟ لا يا فندم. هاتوا الجدع الاسمر اللي واقف ورا ده. ايوه انت تعال. ايوه يا فندم هو ده. هو ده ايه؟ ما تفهمونا ايه العبارة؟ اطمن يا اسطى مفيش حاجة، ده مجرد استفهام بسيط. انا تحت امرك يا فندم. اسمع، بص للراجل ده كويس. ما شفتوش قبل كده؟ انا الحقيقة مانيش فاكر اني شفته ولا لا، لكن شكله مش غريب عليا. البس البلطو الابيض بتاعك يمكن لوستا يعرفك بيه. وادي البلطو يا سعادة البيت. ايوه ده بيشتغل تمرجي في عيادة، لكن مش فاكر فين. ايوه افتكرت، في ميدان الفلكي. انت فاكر ان التمرجي ده طلبك في ليلة من الليالي عشان توصل زباين من العيادة اللي بيشتغل فيها؟ ايوه يا فندم. كان واحد ست اشقر شوية وشعره احمر، وكان في راجل طويل وياها. نقلتهم من عيادة الدكتور زكي بعد ما نده لك التمرجي؟ ها؟ ايوه يا فندم، والتمرجي دي نده لي من الميدان. طب خليك معايا شوية. قال لك ايه الافندي ساعة ما ركب مع الست؟ هو ناول التمرجي فلوس وقال لي اطلع على طريق المعادي من الكورنيش يا اسطى. ووصلتهم طبعا لحد المعادي؟ لا، نزلوا قبل المعادي يمكن ب2 كيلو بعد المستشفى بشوية. ما وصلتهمش يعني للبيت؟ لا. هو قال لي اركن هنا يا اسطى كفاية، احنا هننزل نتمشى شوية على الكورنيش لحد ما نوصل البيت. الراجل والست لو اتعرضوا عليك تقدر تتعرف عليهم؟ مال طبعا. طب بص في الصورة دي. هو دي صورة الست، ما فيش كلام. طب متشكرين يا اسطى، اتفضل.
احنا بقالنا 3 أسابيع محاصرين المعادي من كل جهة، لا حد دخلها ولا خرج منها تنطبق عليه اوصاف الجاني. زهقتم من المراقبة اوام؟ لا 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 يا فندم، بالعكس احنا مستعدين نراقب المعادي سنة كمان، بس نوصل لنتيجة تخلينا نحط ايدينا على المجرم. اسمع يا حضرة الضابط. ايوه يا فندم. انا مر في خاطري ان الجاني ما هو ساكن في المعادي. الجاني ده في غاية الذكاء. هو نزل على الكورنيش قبل المعادي بشوية علشان يوهم السواق انه ساكن في المعادي. وعشان ايه ده كله؟ لانه كان ناوي يرتكب جريمته فرتب اموره قبل ارتكاب الجريمة على تضليل العدالة وتضليل الاطباء وتضليل السواق كمان. امال يبقى ساكن فين؟ استنتاجي انه ساكن في حتة بعد المعادي، وانه اخد تاكسي تاني من المعادي او من الكورنيش ووصله لحد سكنه. يبقى ساكن يا في حلوان يا حمامات حلوان، لانه مش معقول واحد في المستوى ده يكون ساكن في طرة او في المعصرة. ده كلام مظبوط. والعمل ايه دلوقتي يا فندم بعد كده؟ انا هنزل اعلان صغير من النيابة لنقابة سائق التاكسي لمعرفة مين اللي نقل المتهم والمجني عليها من كورنيش المعادي في اليوم ده حوالي الساعة 6 مساء. وتكلف المباحث بالتحري مع سواقين موقف المعادي كمان، والنيابة هتصرف مكافأة لمن يتقدم من السواقين ويكشف لنا ان نوصلهم لحتة معينة. ايه اللي تعرفه عن الموضوع ده؟ فندم، قبل المغرب بشوية كنت جاي من مصر ومروح المعادي، لقيت واحدة ست وراجل واقفين على الكورنيش. كويس. قبل المعادي بشوية ندهولي اوصلهم لحد حلوان. شكلهم ايه؟ الست يا فندم بيضة وشقرة شوية. كويس. وشعرها احمر. والراجل طويل وحواجبه تقيلة. نزلتهم فين؟ والله يا فندم هم طلبوا مني انزلهم قدام كازينو الحمامات الكبريتية. ما وصلتهمش البيت من البيوت؟ لا يا فندم، هم نزلوا قدام الحمامات وانا دورت ورجعت. ما سمعتش الحديث اللي كان داير بينهم وهم راكبين؟ سمعت بعض الكلام يا فندم. زي ايه؟ سمعت الست بتقول له احنا نشتري الفيلا احسن ما نأجرها ونقعد على طول في حلوان لان هواها احسن من اي حتة تانية والفلوس ما تهمش. يبقى معنى كده انهم ساكنين في حلوان. هو ده اللي انا فهمته من الحديث يا فندم. طب ادي للسيد كاتب النيابة عنوانك علشان نبقى نستدعيك اذا احتاجنا لك. حاضر يا فندم. بسرعة يا حضرة الضابط انقل المراقبة الحلوان، حصروا الاماكن اللي فيها فيلات كويس ووزعوا اوصاف الجاني على كل المخبرين. عملت كده يا فندم بعد سيادتك ما استجوبت السواق اللي فات. الله، يعني فهمتها وهي طايرة. ربنا يديك الصحة يا فندم. يظهر يا حضرة الضابط ان المجني عليها غنية، يظهر كمان ان هي اللي بتصرف على الراجل. طيب اذا كانت بتصرف عليه ليه يموتها؟ عشان يضع ايده على ثروتها كلها. وسيادتك استنتجت انها غنية من ايه بقى؟ كلامها مع جوزها وهي بتقول له ان احنا نشتري الفيلا احسن ما نسكن فيها بالايجار. مفيش واحدة تشير على جوزها بشراء فيلا الا اذا كانت هي اللي هتدفع الفلوس. خصوصا كلامها الاخراني وهي بتقول له الفلوس ما تهمنيش. الفلوس ما بتهمش الا كل واحدة غنية. على كل حال انا متفائل يا فندم لان مسرح الاحداث تحدد اخيرا بحلوان. ان شاء الله هنوصل بسرعة على القبض على الجاني. ايوه ادخل. واحد من المراقبين يا فندم عايز يقابل سعادتك او حضرة الضابط. خليه يدخل. حاضر. لقيناه اخيرا يا فندم. لقيته مين؟ المجرم. الاوصاف تنطبق على الراجل اللي ساكن في الفيلا دي؟ ايوه يا فندم. هو بعينه. انا راقبته بنفسي يومين ورا بعض لحد ما عرفت انه هو. فين الفيلا دي يا شويش؟ في الشارع اللي طالع على المرصد قبل الحديقة اليابانية. نمرة كام؟ 43 يا فندم. من كام دور دي يا شويش؟ دورين وحواليهم جنينة واسعة. اسمع حضرة الضابط. ايوه. خد معاك قوة من بوليس حلوان الليلة وحصروا الفيلا وهجموها بعد نص الليل بعد ما تنطفي فيها الانوار. هو دي امر بالتفتيش مني. حاضر يا فندم. انا هتصل دلوقتي ببوليس حلوان لاعداد القوة. وانت يا شويش ايوه يا فندم. روح على الدرج المخصص لك في المراقبة، ما تسيبوش احسن الفريسة تهرب. امرك يا فندم. مين اللي بيخبط؟ البوليس. افتح بسرعة ولا هنكسر الباب. ما تحاولش الهرب لان الفيلا محاصرة بالعساكر من كل ناحية. بوليس ايه يا فندم؟ هو احنا وش بوليس؟ على العموم اتفضل الفيلا قدامك اهي. ايه يا حمدي في ايه؟ الله، في ايه يا حضرة الضابط؟ كفل الشر. مفيش حاجة يا عفاف، يظهر ان في غلط. هو احنا وش بوليس؟ انت يا ستي تقرب لحضرته؟ مراته يا حضرة الضابط.
انت مش الرقاصه عفاف زكي؟ طب وماله يا فندم؟ هي الرقاصه ممنوع انها تتجوز؟ لا ما فيش مانع. المهم قوم بالعجله يا سي حمدي، البس هدومك. ليه يا فندم؟ البس هدومي ليه؟ انتوا عاوزيني ليه؟ النيابه هي اللي عايزاك. طيب مش تفهمونا بس عايزين حمدي ليه؟ وعايزينك انت كمان يا ست عفاف. يا لهوي وانا كمان ليه؟ الامر يشمل كل من يتواجد في الفيلا. يظهر المساله فيها التباس يا حضر الظابط. ابقى اشرح موقفك قدام النيابه. انا مكلف بالقبض عليكم بس. اسمك؟ حمدي زهران. سنك؟ 40 سنة. ساكن فين يا حمدي؟ شارع المرصد نمرة 43 بحلوان. الفيلا ملكك يا حمدي؟ تقريبا يا فندم، لاني جاري في اجراءات البيع والشراء. الست عفاف تبقى لك ايه؟ مراتي يا فندم. من امتى اتجوزتها؟ الاسبوع ده بس. ياه، الاسبوع ده بس؟ امال كنت متجوز مين قبل كده؟ انا يا فندم، انا يا سعاده انا ما كنتش متجوز. ايه مالك اتلبخت كده ليه؟ فكر شويه يا حمدي، فكر يمكن تكون اتجوزت قبل كده وناسي. والله يا فندم عفاف دي اول بختي، مش كده يا عفاف؟ والنبي يا فندم انا ما اعرف ان كان متجوز قبل كده ولا لا، كل اللي اعرفه انه خطبني من كام يوم بس بعد حب طويل وكتبنا كتابنا الاسبوع ده. يبقى عفاف مش متفق معاك في الرأي يا بطل. عفاف ما تعرفش حاجه عن حياتي اللي فاتت يا فندم. طب ما انت كنت بتستشهد بيها على انها اول بختك من شويه. هي يا فندم ما تعرفش عني اي حاجه. اسمعي يا عفاف. ايوه. عرفتي حمدي من امتى؟ انا عرفته من ايام ما كنت برقص في المحلات. يعني من كام سنه؟ من 4 سنين. وفضل نازل فيا حب لحد ما اتجوزنا. اشمعنى قابلت الجواز منه الاسبوع ده وانتوا بتحبوا بعض بقالكم 4 سنين؟ الاسم والله بقى يا بيه. لا يا شيخ، الاسم ولا في حاجه تاني؟ والنبي يا سعاده البيه انا ما اعرف حاجه ولا ليا يد في اي حاجه. حاجه زي ايه مثلا؟ يعني لا هو مش عارفه والنبي اقول ايه، انا اعصابي بايظه. لا يا ست عفاف امسكي اعصابك. امال انت متهمه مع حمدي بجريمه قتل. قتل يا بيه؟ هو انا وش قتل؟ قتل مراتك السابقه في ديوان عربيه النوم يا سي حمدي. والنبي يا سعاده البيه هو اللي دبر الجريمه لوحده وانا ماليش يد فيها ابدا. انا واحده غلبانه والنبي يا سعاده البيه والنبي ربنا يخليك ما اعرفش حاجه ابدا والنبي. احسن لك يا حمدي تعترف بكل حاجه، قول لنا بالتفصيل ازاي ارتكبت الجريمه دي ونفذتها في اكسبريس الصعيد. يا بيه لا ما انا اتكلم يا حمدي. لا اصل احسن لك تعترف. انا اعترف يا حمدي. انا هقول لك على كل حاجه، هقول لك بالتفصيل، ما عادش فيه فايده من الانكار. ربنا يخرب بيتك يا عفاف. ليه بس؟ قول يا حمدي قول، بس اوعى تكذب. اسمع يا سعاده البيه، الحكايه من اولها. عفاف انت ما بقيتيش تحبي تقعدي معايا زي زمان ليه؟ والنبي بقى بلاش مضايقه يا حمدي، سيبني احسن انا خلاص نمرتي قربت. طب اقعدي معايا شويه يا عفاف. بقول لك مانيش فاضيه، انت ما بتفهمش. دلوقتي بقيت ما بفهمش يا عفاف، يعني لما جربتيني من كل املاكي بتدوري على غيري كده يا عفاف. مش انا برضو حمدي زهران اللي كنت بتموتي في دباديبه زمان وتقولي له ماليش غيرك يا حمدي؟ ده كان زمان يا حمدي. كان زمان. طيب والله لو اوريك ازاي هلعب تاني بالفلوس لعبه يا عفاف، وهخليكي تترمي على رجليا دول. بقابلني. سلام عليكم. مساء الخير يا خالتي. مساء الخير يا حمدي. انت يا ابني مش ناوي تسيب المشي اللي انت ماشي فيه ده وتستقيم بقى؟ مش كفايه ضيعت العمارتين اللي سابهم لك ابوك؟ هعمل ايه يا خالتي؟ الشيطان شاطر. شاطر ايه وبتاع ايه؟ ادي انت بقيت على الحديده، قول لي بقى هتعمل ايه دلوقتي؟ هدور على شغل اشتغل فيها. شغله؟ انت تنفع في شغل يا حمدي؟ الله، ده انت قضيت شبابك كله في عرباده وسهر وجري على حل شعرك ونوم لحد العصر. شغله ايه اللي هتنفعك دي؟ هشتغل باشا. يا خسرة، ما عادش فيه بشوات ولا ولاد بشوات يا اخويا، ما عادش فيه الا الاستقامة والكد والسهر علشان تبني مستقبلك.
ده اذا كان لسه ليك مستقبل. انت يا خالتي هتخليني ايأس ليه من حياتي ومستقبلي؟ وهو يا ابن اختي لسه فيه امل بعد ما ضيعت كل حاجه؟ ايوه فيه يا خالتي ناس بيبداوا حياتهم من الصفر وبيطلعوا لفوق فوق قوي. دول الناس المستقيمين يا حمدي يا ابني، اللي ما يعرفوش غير عملهم وبس. انا ناوي استقيم خالص وناوي اغير حياتي كلها عشان ترضى عليا. الله، ده انت دلوقتي بدل امي ورضاكي هو اللي هيخليني اكافح. اذا كان كده يبقى لازم تتجوز علشان تبطل المشي بتاعك ده. ومين بس يا خالتي اللي هترضى بيا بعد ما شطبت على كل حاجه؟ ولاد الحلال كتير يا ابني. وعايشها منين بس؟ انا هشوف لك يا ابني واحده مستوره وغنيه وهو انت تعيش معاها وتدير لها املاكها وثروتها تعيشكم ملوك. فين دي يا خالتي؟ فين؟ اعملي معروف شوفيها اوام. انت عارف الست التركيه اللي ساكنه جنبي هنا في نميش في فيلتها اللي اسمها ألفة هانم؟ شفتها عندك مرتين 3. لكن دي ست عجوزه قوي يا خالتي، انت عاوزه تموتيني بالحياه. يوجتك ايه يا حمدي؟ هو انا هجوزها لك؟ دي ليها بنت اخ اسمها دريه انما قمر، وابوها كان راجل غني خالص ساب لها 3 عمارات في جاردن سيتي وكم 1000 جنيه في البنك. ايوه دي عز الطلب يا خالتي، والنبي اعمل معروف اعمل معروف يا خالتي. وهي كمان الورثه الوحيده لعمتها، وعمتها عتمه شويه فلوس عال. والنبي يا خالتي ابوس ايدك ابوس ايدك، انا عاوز اتجوز عشان استقيم بقى. المساله يا ابني عايزه مسايسه لعمتها ألفة هانم، اذا قدرت تاكل مخ عمتها تبقى دريه عروستك يا حمدي. درية، أنا النهاردة أسعد واحد في الدنيا يا درية. ليه يا حمدي؟ كمان بتسأليني ليه؟ لأن الجوهرة اللي كنت بدور عليها طول عمري لقيتها. السعادة اللي رجلي حفيت في البحث عنها جات لحدي. درية، أنا بحس إني بحلم يا درية. يا حمدي للدرجة دي؟ انت بتحبيني بصحيح ولا بتتعلم الشعر فيا؟ يوه حرام عليك يا درية حرام. ما تزعلش يا حمدي، ان كنت انت بتحبني إيراد انا بحبك 24. انت دلوقتي ابويا وامي واخويا وكل حاجة ليا في الدنيا دي. انت مش جوزي وبس يا حمدي، انا وحيدة في الدنيا وانت الانسان اللي بدت ظلامي. خلاص يا ستي نبقى خالصين شعر بشعر. انا بتكلم جد يا حمدي، انا ماليش غير عمتي ألفة هانم، ودي ست بينها وبين القبر شبر، وعشت طول عمري اخاف من الناس ولا احبش اعرف حد، ولا ليا اصحاب ولا ليا قرايب، وفي اخر المشوار لقيتك يا حبيبي، لقيتك يا حمدي عشان نكمل حياتنا مع بعض ونعيش لسعادتنا وبس. انا يا درية تحت امرك في كل حاجة، اطلب اللي انت عايزاه اجيبهولك حتى لو كان في السماء. انا كمان ما عادش ليا في الدنيا حد غيرك يا درية، عشان نفضل بعض وبس، ومفيش حاجة تعكر حبنا يا حمدي. درية يا درية، انت فين يا درية؟ ايوه يا حمدي. بقولك ايه يا درية، ايه رأيك يا درية، انا عندي فكرة هايلة. في ايه يا حبيبي؟ نروح نقضي يومين في اسوان ولا الاقصر، نتمتع فيهم بالشمس. يا حبيبي انا وياك ان شاء الله تروح اخر الدنيا. ميرسي يا روحي. اذا كان كده بقى قوم انت جهزي الشنط وانا هروح احجز التذاكر في عربية النوم في قطر بكرة بالليل. بس انا خايفة لحد يسرق الفيلا واحنا غايبين، الشارع مقطوع زي ما انت شايف محدش بيمر منه. انا هوصي الجنايني يبات في الجنينة طول ما احنا غايبين. وهنقعد قد ايه عشان احضر الهدوم على قد المدة؟ هنقعد يا ستي 10 ايام بالكتير. طب روح احجز التذاكر بس ما تتأخرش. وطبعا سافرتم على أسوان؟ ايوه يا فندم. ونزلنا في اللوكاندا باسمه مستعار وهو انور مكرم المحاسب وحرم. الله. وبعدين رحتوا الأقصر ونزلتوا في أكبر فندق باسم إسماعيل غالب المحامي وحرم، مش كده ولا ايه؟ ايوه يا فندم. وايه السبب؟ السبب في ان محدش اتعرف على القتيلة بعد نشر صورتها في الصحف. درية يا فندم ما كانش ليها قرايب غير عمتها ألفة هانم، وما كانش ليها علاقة بحد ابدا
قبل ما نتنقل لحلوان. وايه اللي خلاك تتنقل بيها لحلوان؟ انا اخترت الفيلا دي في مكان هادي وبعيد عن الناس علشان دورية ما تختلطش بحد من السكان او الجيران، لاني كنت ناوي ارتكب الجريمة بعد ما رتبت كل حاجة، وطبعا كنت عارف ان الصورة هتطلع في الجرايد وما كنتش عايز حد يتعرف عليها. امتى اتجوزت عفاف؟ بعد ما خلصت من دورية على طول يا فندم. يعني عفاف كانت على علم بكل التدبير اللي انت بتعمله؟ ابدا ابدا وحياتك، ولا كان عندي علم بحاجة ابدا. ده راجل كذاب عايز يوقعني معاه علشان يخفف ذنبه. قول لي يا حمدي. ايوه يا فندم. دورية كانت بتتعالج عند حد من دكاترة امراض النساء؟ ايوه يا فندم. كانت بتتعالج من ايه؟ كانت بتدور على الحمل. وانت كنت بتدور معاها على الحمل؟ لا ابدا، انا كنت مانع. النيابة توجه اليك تهمة القتل العمد مع سبق الاصرار، والى عفاف زكي تهمة اشتراك في جريمة القتل، وتحول الاوراق الى السيد قاضي الاحالة. خدهم يا عسكري للحجز. حاضر يا فندم. قدام التوغية.